مساء الخير على اجمل فراورات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين بوصفه جديده. كل سنه وانتم طيبين، خلاص عيد الاضحى خلاص. فهنعمل مشويات بتتبيله روعه زي ما احنا شايفين اللمعه. تتبيله سهله وبسيطه خالص خالص وحلوه خالص. وعملنا سلطه خضراء وبطاطس ورز بالبهارات وشويه طحينه، وكانت اكله حلوه خالص تستاهل بأكل حلو دوت. تعالوا نشوف مع بعض عملنا اجمل تتبيله ازاي. وكمان بشكر كل اللي كتب لي تعليق حلو، بقوله انت تاج فوق راسي، ومتشكره اوي على تعليقك الجميل في اخر فيديو انا منزلاه. وكل اللي عمل لي لايك بشكره كتير قوي، بشكركم قوي، انتوا اخواتي واجمل عيله واحلى عيله. هنا تعالوا بقى هنشوف التتبيله. انا تبلتها قبليها بيوم. هنعمل الريش الضاني بتتبيله حلوه خالص وسهله وبسيطه، وكل حاجه احنا هنحطها عندنا طبعا موجوده في البيت. بص القطعيه جميله، ولازم الدهنه اللي بتبقى في الريش دي بتدي طعم حلو خالص للمشويات. تعالوا نشوف التتبيله مع بعض. معايا طماطمايه واحده، معايا بصرتين، معايا قرن فلفل حامي، معايا فلفل اسود، معايا ملح، معايا قرفة، معايا جنزبير، معايا بهارات اللحمة، ومعايا زعتر، ومعايا معلقة عسل نحل. ما عندكيش عسل نحل ممكن لو عندك بابريك يوك ممكن تحطي البابريك. ومعايا معلقة من الخل، ومعايا معلقة من كل ده طبعا هنحطه في الخلاط بتاعنا، وهنبدأ نحطهم مع بعض كده، وهنبدأ ان احنا نضرب. هنحط البصل، هنحط الفلفل، الطماطمايه، وهنحط البهارات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها، وهحط معلقة كبيرة من العسل النحل الابيض كده، معلقة بس علشان انا كنت حطاه في التلاجة فهتحسون هو مجمد شوية. ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من الزيت. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، علشان اللايك بيرفع الفيديو، وده دعمكم ليا اجمل عيلة واحلى اخوات في الدنيا. وبعد كده بنزل بالبهارات بتاعتي، وبعد كده ببدأ ان انا اضربهم كويس. ولو ما تضربوش معاكي كويس في الخلاط بتاعك خلي بالك علشان ما يتحرقش. ممكن تحطي حوالي ربع كوباية من المية لحد بس لما الخليط يضرب معاكي. وبعد كده هبدأ بقى ان انا هقلب كده كويس لحد لما كله يتشرب، الريش بتاعتي كلها تشرب من التتبيله. وهسيبها في التلاجة لتاني يوم، هوديها تشوي برا، مش هشويها في البيت. لكن انتي لو حابة تشويها على الجريل في البيت بتحطي الجريل على النار، ودهنة بسيطة من الزيت. لو مش حابة تحطي اي حاجة، هي فيها دهون كافية. بتسخني الجريلا كويس، وبعد كده بتبدأي ان انتي تشويها وتحطي لها ولعي لها فحمية. بعد كده هبدأ ان انا نعمل مع بعض الرز بالمبهر. معايا هنا بصلايه مقطعه مكعبات مع حوالي 3 معالق من الزيت. هبدأ البصلايه تصفر كده، هبدأ انزل بالملح بتاعي، وهبدأ انزل بعود قرفة خشب، و3 حبات ورق غار او ورق رورة حسب ما انتوا بتقولوه، و3 حبات من القرنفل، وفصين من الحبهان. بس هفتحهم زي ما احنا هنشوفهم مع بعض، لازم ابقى فاتحاهم كده علشان طعم الحبهان يطلع في معايا في الرز. طبعا هفضل اقلب كده، واول ما البصلة اصفرت معايا هبدأ انزل بالكاري والكركم، معلقة من كل حاجة، معلقة صغيرة.
كده بقى هبدأ انزل بالمية بتاعتي، اغطي الوش بتاع الرز، وبعد كده اسيبه على نار عالية، واول لما يبدأ ان هو يتشرب بوطي النار على شمعة كده، وكده يبقى الرز طلع معايا واستوى وجميل. وريش جبتها وحطيتها في التقديم زي ما احنا شايفين، تحتها بقدونس، وعملت شوية طحينة وشوية سلطة خضراء وشوية بطاطس حمرتهم. والف هنا وشفا عليكم اجمل اخوات واحلى صحاب في الدنيا. شايفين الرز مفلفل ازاي، واحدة بوحدتها ازاي، بجد كان طعمه روعة. والريش كان طعمها روعة. بصوا الشوي بتاعها، شايفين اللمعة، شايفين الريش بجد حلوة مش محروقة، دي مستوية مظبوط يعني، واخدة حقها في السوا يعني على الفحم. وشوية سلطة خضراء وشوية بطاطس. وبتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكوا كل جديد. ويقول لكم باي باي.